قبل ما نبدأ في الملخص، اللي أول مرة يشوفني يعمل لايك، يشترك لو لسه مش مشترك، وكمان يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. يلا بينا نبتدي. بتبدأ قصتنا في بداية التسعينات. كانت الصين بتحاول تحسن وضعها اللي رايح في 60 داهية، فقالوا يعتمدوا على نفسهم وشعبهم ويحطوا خطة كده جامدة قوي تحسن وضعهم. فقاموا مقررين ينقلوا الناس اللي عايشين في القرى الفقيرة يودوهم في الصحراء يعمروها. قال يعني هم عارفين يعمروا القرى اللي عايشين فيها، ما هيعمروا الصحراء. المهم يعني ان الناس دي ما بتستحملش العيشه في الصحراء لان ظروفها كانت صعبه جدا عليهم. فبدات كل عيله منهم تمشي واحده ورا التانيه. ولما عرفت مسؤوليه الحكومه عن اللي حصل، مسكت الشخص المسؤول عنهم ومسحت بكرامته الاسفل. قال انا مالي يا لمبي. جت جايبه ناعم كده معاه وقالت له انت فاشل، بس انا شايفه فيك بذره امل. وطلبت منه يدور على العائلات اللي هربت دي ويرجعهم تاني، ولو فشل هتعلقه. وبعد ما مشيت جاله شاب اسمه ديفو على قد حاله، وده اللي هيساعده في انهم يرجعوا العائلات، خصوصا انه مؤيد فكره الدوله في اعاده التوطين. ولما وصلوا للقريه قابل الاهالي، ولما سالهم عن سبب رفضهم للعيشه في الصحراء قالوا له ان العيشه هناك ما تنفعش حتى للحيوانات، على الاقل في بيوت هنا يسكنوها انما هناك لا. وكمان الزراعه اللي هم معتمدين عليها مش موجوده في الصحراء لان ارضها بور، وده هيموتهم الجوع. وان هوا القرى المعفن هنا اهون بكتير من هوا الصحراء اللي هياكل جسمهم. وحاول ديفو يقنعهم ان الحكومه هتعمل مشاريع رهيب، لكن كله كان بيتريق عليه ومتمسكين بقريتهم جدا، على عكس ولادهم اللي قرروا يهربوا من قريتهم وراحوا يعيشوا ويشتغلوا في المدينه. وكمان من ضمن الولاد دول اخو ديفو حبيبته القديمه. كانت البنت هربانه من الجوازه، اهلها فرضوها عليها. وتاني يوم عرف الاهالي باللي ولادهم عملوه وبعتوا ديفو يدور عليهم. في اللحظه اللي وصل فيها لولاد القطر كان ديفو وصل لهم وقرر يرجعهم، بس ساب حبيبته واداها فلوس وقال لها على مكان تشتغل فيه وسابها ومشي. في الوقت ده عيلة العريس كانت ماسكة ابوها وهتك يا ضربه فين يوجعك، لكن موظف الحكومة قدر يبعدهم عنه، لكنهم رجعوا له تاني وضربوه. بس فجأة رجعت بنته وقالت لهم انها موافقة على الجواز. وتاني يوم عمل موظف الحكومة وديفو ووالده اجتماع يقنع الناس فيه ترجع الصحراء. وجه واحد من الكبار في القرية وقال لهم انهم محتاجين يحسنوا وضعهم، وعلشان يعملوا كده لازم يروحوا الصحراء ويعمروها، واللي هيرفض هنمنع عنه المؤن الاكل بتاعته كل شهر. واتدخل والده في الحوار وقال لهم انتوا كده كده ميتين، ولو فضلتوا في القرية الحكومة هتشلوحكوا. ولان ما عندهمش حل تاني نقلوا. وبعد سنين كان جوز البنت اللي هربت قبل كده بيحاول يبني بير ميه في الجبل علشان الكل يستفيد منه، لكن البير وقع فوقه وهو بيحفره. وبعدها وصل فعلا اهل القرى للصحراء، وكانت عيشتهم هباب وعواصف وهيصة، بس ما باليد حيلة. وفضلوا على كده سنين. وفي 96 كان ديفو بيحاول يطلب من الحكومة تحسن وضع قريته وتدخل لهم كهرباء، لان المية قليلة بسبب قلة الكهرباء اللي بيشغلوا بيها الالات. فالموظف قال له انهم هيوافقوا يدخلوا الكهرباء بشرط واحد، وهو ان عدد الناس في القرية يبقى 80 عيلة. وما قال له ان العدد كبير قال له يا عم خليهم 60 ان شاء الله ما حد يحوش. فكلم ديفو ناس من قريته القديمة يجي يعيشوا في القرية بتاعته عشان يوصل عددهم ل60، وفعلا راحوا له واستقبلهم ديفو. ولما كانوا في طريقهم للقرية جت عاصفة رملية كبيرة، وبعدها قال لهم ديفو ان ده بسبب قلة الزراعة. واول ما سمعوا كده تعصبوا جدا، وقالت عيلة منهم انه ضحك عليهم وجابهم على الفاضي، ومشيت واخدت معاها حبة حلوين كمان. ورجع ديفو بالباقي بعد ما فشل في اقناع العائلات اللي مشيت، وكان الكل مبسوط ان اهاليهم رجعت تاني والاولاد كبروا وبقوا يحبوا بعض. وتاني يوم عرفوا ان عدد العائلات 59. قالوا يكلموا الموظف مش هتيجي على العيلة يعني، بس الموظف قال لديفو ما ينفعش لان عددهم لسه قليل، ورفض يدخلوا الكهرباء. لكن ديفو ما سكتش وبقى كل شويه ينط لهم في المكتب، لغايه ما جه واحد وقال له انا موظف حكومه سن التقاعد بتاعي 60، ينفع اسيب الشغل وانا 59؟ روح يا ابني كمل العدد وتعالى. وبدات الناس تعيش حياه اصعب من الاول، خصوصا اما سعر الميه زاد. ولما رجع ديفو لوالده وقال له انه لو ما قدرش يدخل الكهرباء في القريه وقتها الناس هتمشي
تمشي وهو مش هيقدر يساعده انه يمنع الناس اللي جات وانه مش هيقف في طريقهم، وطبعا هو مش هيخليهم يموتوا من العطش هنا. وراح ديفو للمحافظة تاني يوم، وهناك واحد من المديرين قال له انه موافق على طلبه ب59 عيلة، بس المشكلة هي ان المدير اللي لازم يمضي على الورقة اتنقل لمكان تاني، ولسه ما جاش مدير جديد، ولسه مش عارفين هيجيبوا واحد امتى. وفضل ديفو يترجى يساعده علشان العائلات اللي موجودة ما تمشيش، لكن للأسف ما حدش وقف جنبه ومستنيين المدير الجديد يجي. واما رجع لمركزه شاف هناك صاحبة شوي حبيبته القديمة، ولما سألها عن اخبار حبيبته قالت له ان حظها كان زفت وطين، اتجوزت واحد اهله قالوا ان عندهم بيرن ميه لكنهم كذبوا عليهم، فجوزها زعل ان اهله ضحكوا على مراته فقرر يحفر لها بير، بس البير اتهدى عليه وحصلت له اعاقه وبقى فقراء اكتر من الاول. ما هو المنحوس منحوس برضه. ولما عرف كل ده قال لها تقترح على شوي تيجي قريتهم وتعيش هنا، وفعلا وافقت وكانها ما صدقت وراحت لهم قريتهم على الرغم من انها بعيده وهي جرى ابنها وجوزها المعاق. والله اصيله. ولما شافها ديفو فرح جدا ورحب بيها، بس ابوه ما كانش راضي عن اللي ابنه بيعمله وطلب منه ينقل شوي وعيلتها لقريه تانيه، فرفض وقال انها ناقصه عيله واحده وما صدق لقاها. وفي الوقت ده كان ولاد القريه بيسرقوا شويه من البضائع الموجوده في القطر وبيبيعوها، وده لانهم انطردوا من الشغل بسبب صاحبتهم ومش لاقيين مكان يجيبوا منه فلوس. ومش مره ولا حاجه، دي اكتر من كده، وبقوا حراميه وقطاعين طرق. وفي يوم وهما بيسرقوا الشرطه طلعت تجري وراهم، وفضل جا زميلهم على القطر وسافر لمدينه تانيه. في الوقت ده كان مدير ديفو انتقل لمكان تاني لانه نجح بمساعده ديفو انه دخل الكهرباء للقريه، وهيسيب ديفو يمسك مكانه، وعزموا على لحمه كمان. دي عندهم وقتها كانت شبه الذهب دلوقتي. وقال له ان الخطه الجايه ان الاغنياء اللي عايشين في الغرب هيستثمروا فلوسهم في الشرق في القرى والاراضي، وبكده هيخرجوا من خط الفقر بسرعه، خصوصا ان البدايه هتكون ب15 مليون. فاتبسط ديفو وبقى وشه نور. خليك انت متفائل كده يا ديفو يا ابني، وكل لحمه كتير بقى. وفي يوم كان اهل جاوا اللي هرب بيدوروا عليه، وما ملقوهوش مسكوا اصحابه علشان يعترفوا عليه. في الوقت ده وصلت الشرطه وخدت صحاب جاوا علشان يساعدوهم في انهم يعرفوهم مكان الناس اللي سرقت البضاعه من القطر، ومرضيش ديفو يقول قدام عيلتهم انهم حراميه. واما رجعوا مسك والد ديفو ابنه ونفخه. وبالليل كان رئيس العصابة اللي شغال مع جاوا واصحابه في القطر كان بيسرق الركاب، والناس طلعت تجري وراه. كلم ديفو علشان يروح يتكلم مع الراجل اللي من الجنوب لان محدش فاهم لغته غير ديفو. وهناك قالوا ان شنطته اللي فيها الابحاث مهمة. القطر اخد شنطته ولانه انشغل مع الراجل اللي اتسرق فاخد اقواله، وطلبوا من العساكر يكلموا محطة القطر ويفتشوا على شنطته لانه طلع مسؤول كبير في الدولة عن مشروع اعادة التوطين. واخدوا ديفو يبات في مكتبه، ولما وصلوا قال المسؤول لديفو ان الحكومة بتتعامل مع الحرامية غلط وبيفرجوا عنهم. فقال ديفو انهم مش حرامية وفقراء جدا، وفي منهم اللي انطرد من شغله فاضطروا يسرقوا علشان يلاقوا ياكلوا، وحس وقتها المسؤول بالذنب من ناحيتهم. وتاني يوم راح ديفو لاخوه وقال له انه لازم يرجع لوالده ويعتذر له وما يفضلش هربان كده، لكن الواد انفجر في وشه وقال له ان والدهم طول عمره بيفضلوا عليه وانهم اتفقروا بسبب تعليمه وسابوا بيوتهم علشان يجوا يسكنوا في عشش وهو نايم في مكتب، فاتخانقوا سوا وسابه ومشي. ولما رجع ديفو شغله كلمته الشرطة علشان لقوا جثة شاب وكانوا خايفين يكون جهوة، لكن الحمد لله ما طلعتش جثته. وقتها بس حس اخو ديفو بالذنب وان كل اللي حصل بسبب افكاره الغلط دي. وما قعد مع اصحابه افتكر كلامه مع جهوة وهم بيسرقوا لما سألوا عن المكان اللي رايحوا القطر وعارف مكانه. وفي الوقت ده عرف ديفو ان عمته حالتها بتسوء بسبب غياب جاوا ابنها، وهناك قال له والده انه هياخد عمته ويرجع لقريته القديمة. ومن هنا بينتهي الجزء الاول. يا ترى هيلاقوا جاوا وهل والدته هتتحسن لما ترجع قريتها؟ كل ده تعرفوه في الجزء الثاني. انتظروني لايك وفولو اللي جاي كتير. مع السلامة.